صباح الخير يا جماعة. أنا بكلم الستات اللي بشكرهم على إنهم كتبوا لي وشيروا معاهم جزء من حياتهم ومشاكلهم مع إجوازهم في الصفحة. قلت بدل ما أفضل أرد على كل واحدة في حاجة معينة أنا محتاجة أقولها للجميع، فقلت أعمل لكم الفيديو ده علشان أديكم الرسالة. كل المواقف اللي انتوا بتتكلموا عليها، جوزي بيشوف ستات تانية، جوزي مش بيشتغل في حتة مش كويسة، بيزعق، انا مش عارفة اعمل ايه، ما اقدرش اسيبه عشان خاطر البنت اللي معايا، عشان خاطر ولادي، ما بيعملنيش كويس، بيكذب عليا. كل المواقف اللي انتوا بتكلموني عليها، اللي انتوا بتتعذبوا فيها دي، كلها بتعبر عن حاجة واحدة بس، انكم عايشين في علاقات انتوا ضحيتها. اسمعوني كويس، انتوا عايشين في علاقات انتوا ضحيتها، وبالتالي وعايزين تغيروا جوازكم. يعني شايفين ان الحل ان الراجل يعمل اللي انتوا محتاجين ان هو يعمل عشان انتوا ترتاحوا. ده مش هيحصل. فبما ان ده مش هيحصل، قدامكم حل من حلين: يا تسيبوا العلاقه، وفي كتير منكم ما يقدروش يسيبوا العلاقه، لان الواحد لما يكون مع حد بيكذب وبيغشني وبيشوف ستات وما بيشتغلش او بيضربني، ايه اللي يخليني اقعد مع بني ادم زي ده الا لو انا ملياش حيله؟ فاهمني؟ عشان انا ملياش حيله ولازم اقعد معاه، انا شايفه ان حلي ان انا اخليه يتغير. فانتم مركزين فيه، انا بقول لكم ركزوا في نفسكم. انا بقول لكم اقلبوا الانتباه. بدل ما تبقوا قاعدين حاطين كل همكم في انكم تغيروه، حطوا انتباهكم في انكم تغيروا نفسكم، تطلعوا من حاله الضحيه اللي انتوا عايشين فيها. انا لما بقول كلمه الضحيه دي، في ستات كتير بتتضايق، بتقول لي لا انا بعمل وبحاول وفي كده وفي كده وفي كده. لكن الموقف العام الكامل بيقول انك انت ضحيه موقف مش قادره تخلصي منه. اي موقف انا عايشاه مش قادره اغيره انا ضحيته، بصرف النظر في حاجات تانية انا مش ضحيه. فبالتالي كل واحده فيكم بطلب منها ان هي تبتدي تركز في نفسها. ايه اللي انا ممكن اعمله انا عشان ما تأثرش باللي بيحصل، علشان اللي هو بيعمله ما يخلينيش احس ان انا ملياش قيمة. انتي مش مفروض ان هي تبقى في ايدين الشغل ده، انتي مفروض حاجة ما تربتش جوايا والموقف بيعكسها. فبالتالي انا محتاجة ان انا اكبر قيمتي في نفسي، اطلع من دور الضحية علشان ادي مثل مختلف لولادي. ما افضلش اتكلم على الموقف واعيط عليه واشتكي من جوزي لاصحابي، كل ده بيأكد موقف الضحيه. انا بقول لكم ازاي تتعلموا تطلعوا من الدور ده. دي اهم حاجه تركزوا فيها دلوقتي، لانكم لما تتعلموا تعملوا ده وتقدروا تطلعوا من الدور ده جواكم وتبنوا ثقتكم في نفسكم وتحسوا ان قيمتكم ملهاش دعوه باللي جوازكم بيعملوه فيكم، هتلاقوا الحلول. انا معرفش، كل ظرف كل بيت ليه حله ليه ظرفه، انا معرفش. فانا ما اقدرش اقول للواحده سيبي جوزك، وما اقدرش اقول للواحده اتخانقي معاه، عشان انا مش من حقي ان انا اقول الكلام ده، لان انا مين؟ انا اعرف ايه عنكم؟ انا ما اقدرش اقدر اعمل حاجه زي كده. ما اقدرش اديكم صنف النصايح دي اللي بتودي في داهيه وما بتجيبش نتيجه. النتيجه الحقيقيه انك تطلعوا من دور الضحيه وهتلاقوا الحلول. ماشي؟ انا بشتغل مع ده في جميع وفي ندوات وكورسات انا بعملها، هتبتدي تتعمل لها بيج ايفنتس، فتابعوا الصفحه ونشاطاتي علشان تعرفوا لو انتم مش عارفين تعملوا ده لوحديكم اقدر انا اساعدكم ازاي. ماشي؟ وربنا معاكم، وربنا معاكم.